تفتكروا ليه بقى البحر الأحمر اتسمى بالاسم ده بالرغم إن لونه مش أحمر؟ بص بقى يا سيدي، في أقاويل كتير انتشرت لتسمية البحر الأحمر بالاسم ده. في نوع بيقول إن في نوع من الطحالب الحمراء بتتكاثر بشكل موسمي في البحر وبتخلي لون المية مايل للأحمر البني، علشان كده سموه بالبحر الأحمر. في علماء قالوا إن سبب التسمية بسبب سلاسل الجبال اللي بتطل على البحر الأحمر اللي لونها أحمر برضه، فبينعكس لونها على سطح البحر. علماء قالوا ده بسبب الحروب اللي شهدها على مر العصور البحر واتملى بدم الجنود اللي اتقتلوا فيه. أما بقى علماء الأجانب فكان ليهم رأي تاني، قالوا إن الخرائط البرتغالية القديمة قالت إن الخطر كان بيدخل من البحر ده، فعلشان كده كانوا معلمين على الخريطة باللون الأحمر. واتقال كمان بسبب حدود البحر الأحمر مع الصحراء المصرية، لأن القدماء المصريين كانوا بيطلقوا عليها ديشرت، يعني الأرض الحمراء، علشان كده سموه بالبحر الأحمر. وكل دي أقاويل قالها علماء كتير، بس سبب تسمية البحر الأحمر لسه محتارين فيها.